التاريخ من اوسع ابوابه. اليوم شفنا العياء كان واضح. العياء مرتبط انه من الناحيه الذهنيه كيقل التركيز، لكن ما يمكننا في النهايه نقول لكم الا هنيئا، رفعتوا رؤوسنا قدام العالم كامل. وكما الشيء بحال اللي قلتي كيكون واحد العياء سورتو نيفو ايموسيونيل ونيفو هذه بالاخص المقابله اللي فاتت ضد فرنسا فخرجنا يعني كانت واحد لا ديسيبسيون اللي هي كبيره. فهاد اليومين ماشي ساهل يعني يعني تعاود تفورماطي دماغك ولكن الحمد لله الدراري فدخلوا داروا المجهود ديالهم. كنبغي نهنيهم يعني على كاع هادشي اللي عطاو. نهني المنتخب الكرواسي حتى هو اللي فاز. هادشي اللي كاين. هذا ميلاد منتخب وطني على اعلى مستوى. المشاريع المستقبليه كاس افريقيا ان شاء الله كنتسناكم في كاس العالم 2026، وقبل منا الجمهور كيتسناكم في المغرب على احر من الجمر. احنا صراحه كنا بغينا نفوزوا بهذه المقابله صراحه يعني باش المغرب باش يعني الجمهور تكمل عنده واحد الفرحه. ما كتابش. كنبغي نشكر يعني كاع الجماهير اللي ساندونا لكم هذا المسار البطولي في المونديال. شكرا لك. واولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بطوله كبيره، كنبغي نشكر ستاف اللي داروا خدمه كبيره بزاف. كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا طيله البطوله. خاص الشعب يكون مفتخر بهذا المنتخب اللي اكتسبنا. ان شاء الله مازال غادي يقول الكلمه ديالو، وكنظن اننا حتى لنا المركز الرابع ما بين افضل المنتخبات في العالم. يعني هذا الشيء خدمه كبيره. الحمد لله مازال نقولوا الكلمه ديالنا، ولا بغيتي تكون افضل خاصك ضروري تذوق من طعم المراره باش تكتسب خبره اكثر، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع في القادم ان شاء الله. يحيى بامانه اليوم شفنا على انه اللاعبين عانوا من الناحيه البدنيه، لانه ضغط المباريات، لعب مباريات على اعلى مستوى 7 ديال المباريات ما كانش سهل ربما. بطبيعه الحال مباريات اللي في مستوى عالي كيبغوا جهد بدني اكثر ما هو جهد ذهني عفوا اكثر ما هو بدني. الحمد لله كنظن قدمنا بطوله كبيره ان شاء الله نكتسبوا منها خبره كبيره ان شاء الله باش من هنا لقدام ان شاء الله نكونوا في ما احسن ان شاء الله. On est parmi les 4 meilleures équipes au niveau mondial. Oui, bien sûr, on a fait un beau parcours, même si aujourd'hui on est déçu. On aurait voulu prendre cette médaille et terminer troisième. Il y avait beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan physique. Oui, bien sûr, c'est la fin du tournoi, il y a la fatigue qui joue, etc. Mais bon, le coach nous avait dit, il ne pensait pas à la fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Tout se joue dans le mental et il faut tout donner. Et je crois qu'on a essayé aujourd'hui, ça se joue à quelques détails et on est déçus. Merci Bilal, bon courage.